النهاردة بقى جايبالكم شوية ديكورات بالصدى هتغير شكل بيتك تماما. ديكور كده بلمسة بحر. لو انت في المصيف او لسه رايحة المصيف ما تنسيش تجمعي شوية صدف حلوين كده وارجعي اعملي الكام فكرة دول. بس قبل ما نبدأ كده نصلي على النبي، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطيلي عليه اللايك. دي علبة كرتون. انا خدتها وهقص ال4 جناب زي ما انتوا شايفين كده. حسيت ان الجنب عريض جدا فقلت اقسمه بالنص وهثبته فوق الكرتونة بالشكل ده. يعني انا سويت ال4 جناب وهثبته بمسدس الشمع. وبخيط الخيش هبتدي احط في الزوايا بالشكل دوت. طبعا كده الفكرة واضحة ان انا هعمل برواز، بس هعمله بطريقة جديدة وشيك جدا. ويعتبر ما كلفناش اي حاجة. دي علبة كرتون قديمة وشوية صدف، وبشوية صدف واشكال هنقي اشكال كده وابتدي اثبتها بطريقة عشوائية على البرواز. وهبتدي احط في الفراغات ديت الصدف الصغير. يعني انا مش هخلي حاجة باينة خالص من البرواز. وبنفس خيط الخيش هبتدي اعمل الجناب بالشكل دوت. كده فكرتنا خلصت. لا لسه هعمل شوية بقى حركات كده. معايا الخرز الملون الصغير دوت هبتدي انطوره كده على طول البرواز، يعني على الفراغات كلها زي ما انتوا شايفين كده. وادي كده الفكرة معانا خلصت. نحط بقى اي صورة عندنا. شايفين الجمال؟ يلا استاهل عليه كام لايك. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تعملوا لايك، ولو بيعجبكم المحتوى ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ودي كذا شكل ممكن لو حبيتي تعملوا منه فكرة. نيجي بقى لفكرتنا التانية. النهاردة هنعمل اعادة تدوير للتعليقة ديت، هنغير شكلها خالص. اول حاجة هثبت خافة اللسان بالشكل دوت جنب بعضهم. طبعا بقية الخطوات هي شرحة نفسها بحاجات بسيطة جدا وموجودة في كل بيت تقدري تنفذي الافكار ديت. واسيبكم بقى تتابعوا الفيديو للاخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم اي حاجة جديدة. اللي انتوا شايفينه دوت شراب قديم. انتي لو ما عندكيش الشراب دوت ممكن اللي هي الشبكة بتاعت الليمون ممكن تعملي بيها او حتة طول، بس انا حبيت اعمله الشراع بتاع المركب بالشكل دوت. ولو ما عندكيش الخافض اللسان دوت ممكن تعمليه بعصيان الشيش طاووق او الحصيرة بتاعت الحاجات السخنة بتتجاب من عند اي حد. الصغيرة ب15 جنيه. انتي لو عجبتك فكرتي ممكن تنفذيها بالمتاح عندك.
كده حطيت اسمي منى، ومعايا شوية زرع هبتدي انطورهم كده على التعليقة. وكده فكرتنا خلصت. ايه رأيكم بقى؟ بحاجات بسيطة عملنا بيها احلى ديكور. بإذن الله الفترة الجاية كلها اعمل لكم ديكورات كده بحرية، تليق بقى على جو المصايف وجو الصيف، هتعمليها بأبسط الأشياء. نيجي بقى لآخر فكرة معانا، وعندنا مج مكسور، احنا طبعا مش هنرميه، هنعمله ديكور حلو جدا وشيك زي ما انتوا شايفين كده. انا جبت الخيش، قطعة خيش، ولفتها حوالين المج بالشكل دوت، وهبتدي اثبت عليه الصدف. بس انا عايزه اقولك على حاجه، اهم حاجه وانتي بتثبتي الصدف لازم يكون مسدس الشمع سخن جدا عشان يلزق معاكي كويس ويثبت كويس. انا اتلسوعت لسوعه في الفيديو دوت، وادي كده انا خلصته من تحت. من فوق بقى هحط الصدف الصغير معاكي، زلط صغير صدف متكسر، هنبتدي نملى بيه الفراغات زي كده. معاكي لولي بقى، معاكي اللي موجود عندك ممكن تثبتيه على المج كده. معايا شريط استراس هبتدي احطه حوالين المج بالشكل كده، وادي كده فكرتنا خلصت. ايه رأيكم؟ ده ممكن نعمله فرش للميك اب، بس انا بصراحة عملته للريموتات احطه جنب البرواز يبقى طقم كده على بعضه. ايه رأيكم بقى في الافكار النهاردة؟ شايفين الجمال؟ لا ولسه في افكار كتيرة جدا، انتظروني. وادي اخر الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.